كنا البنات كرميو لقامه ديال اتاي في الزبل، ياكم عرفتوها؟ تخا ديال اتاي، تخا ملي كتشربي اتاي كتلوحي التخا ديالو في الزبل. اختي هاد التخا هذا والله تعرفي الفوائد ديالو من اليوم ان شاء الله ما تعاديش تلوحيه في الزبل. انا غنقولك شنو غادي ديري به وليش كيصلح. اول شيء كيصلح العينين، كتحطيه ليه فوق العين ديالك، فوق العين، فوق الجفن، فوق الجفن دابا ماشي تحت الجفن، فوق العين كامله. تخيلي كتحسي بواحد النظره في عينيك، عرفتي كتحسي براسك يلا كتشوفي، عرفتوا راه كيحس كينقي لك الهالات السوداء، وكيصلح لك انه كيصحح لك النظر ديال عينيك. كتحسي بعينك خفيفه ملي كتهزي الرمش ديالك، كتحسي بالرمش ديالك خفيف. المهم عينك كتولي مرتاحه. ديريها ورد عليا، ولكن ملي ديريها حاولي تخليها بما امكن فوق عينيك. انا ما كرهتكش كاع تنعسي وتخليها فوق عينيك، على الاقل واحد تنعسي واحد نص ساعه، خليها لي اختي فوق العين ديالك ورد عليا. اجي نقولك كيفاش غادي ديري لها. اول شيء تاخدي لي لقامه ديال اتاي، يكون بلا السكر ماشي مشكل، المهم يكونش فيه النعناع. المهم اتاي تكوني طابخه اتاي عادي يا اختي، خدي ديك اللقامه ديالو صفيها، ما تغسليها ما ولا غير صفيها وخليها في الثلاجه ينزل من هذاك الماء ديال اتاي كامل. بقاو لي اختي غير الوراق. ما كنتيش كتقدري تحطيها فوق عينك هكا، ديري لها اختي الفاصمه، ما كاينش المشكل. بغيتي ديري فاصمه وتحطيها، حاولي ان الفاصمه تكون شفافه بزاف، تكون كيوصل للعين ديالك. انا كنفضلها هكا بدون انك ديريها في هذا، ديريها في الفاصمه. غادي تاخدي ليها هكا الورق هكا وتحطي